السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم بألف خير وهنا وسعادة وراحة بال يا رب. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، ودايما نكون في سعادة وهنا وراحة بال، وربنا يزيل الأيام الصعبة اللي بتمر بيها جميع البلاد. تعالوا نشوف النهاردة الوصفة بتاعتنا، حلوة جدا وسهلة جدا وهتعمليها على طول. معايا كده كوبايتين من الزبدة نفس المعيار، يعني الكوباية دي هي نفس معيار الكوباية دي اللي انا حطيت بيها. اهم حاجة ان الزبدة بتاعتك تكون سايحة بدرجة حرارة الغرفة. الزبدة بتاعتي دي للأمانة كانت سايحة بس ما كانتش قوي، يعني كان فيها مثلا مكعب ومكعب، انا كنت مقطعاها مكعبات زي ما انتوا شايفينها كده، بس ما كانتش كلها سايحة خالص. حتى هنشوف دلوقتي في الخطوات اللي جاية. ومعايا كوباية ونص من السكر البودر، ما تكتريش السكر البودر بتاعك علشان البسكوت ما يسيحش منك. احنا ما قلناش احنا هنعمل ايه، احنا هنعمل بسكوت الكيس. هقولك كل التفاصيل بعد تجارب وطرق كتير قوي. هقولك ازاي تعملي بطريقة ناجحة وسهلة وتطلع معاكي زي المحلات بالظبط. اهم حاجة زي ما قلتلك، خلي الزبدة بتاعتك تكون سايحة بحيث ان احنا لما نضربها بالمضرب او نضربها بالعجان تدينا اللون الابيض اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. بس انا الاضاءة عندي صفرة، ممكن ما نشوفوش كويس مع بعضينا، بس احنا هنشوف كل الخطوات وهقولك كل التفاصيل. تابعي الفيديو معايا للاخر، تفاصيل التسوية وكل حاجة. هنا انا كنت خلاص حطيت كوباية ونص من السكر البودر وعليهم كوبايتين من الزبدة، وجبت المضرب بتاعي عشان اضرب المكونات مع بعض. وهنا بقى اتفاجئت ان الزبدة بتاعتي مش كلها سايحة، وزي ما انتوا شايفين كده فيها مكعبات مش راضية تتضرب كويس قوي بالمضرب. فساعتها يعني ما كنتش عارفة اعمل ايه وكده، قلت اسيبها شوية، وبعديها رحت قلت طب ما خلاص، طب ما انا اسيب المضرب وابدأ اشتغل بايديا بحيث ان هي هتسيح احسن مع ايديا. هنشوف مع بعض انا هعمل ايه. طبعا بعد ما اضربها شوية بالمضرب يعني هكتشف ان هي مش سهلة في الضرب، فهروح اقول لا خلاص انا هسيب المضرب وابدأ اشتغل بايديا. هتكون النتيجة اسهل بايديا علشان يعني هي هتسيح مع ايديا انا وبدعك فيها كده. كمان الجو علشان ساقع مش مساعد ان هي تسيح بسرعة. بنقل لكم كل الخطوات بالاخطاء بالخطوات الصحيحة علشان اي واحدة تعرف ايه الخطأ بتاعها وتتعلم تعمل فيه ايه وتعرف تتخطاه ازاي. مش بحب اشيل اي خطأ انا عملته او اي حاجة معرفتش اتصرف فيها عنكم، علشان اي واحدة بتعمل ورايا وصفة تعرف خطأها فين، وتعرف ان هي لو حصل معاها ده حاجة غلط في الوصفة تعرف تصلحها ازاي. وعلشان يكون بينا ثقة ان اي حاجة انا بعملها سواء فيها غلط او فيها صح انا بعرفها لكم وبقول لكم خطوات اللي تعملوا وتتفادوا بيها اي اخطاء. هننزل كده بعد كده بخمس بيضات بدرجة حرارة الغرفة، برضو خلي كل حاجة بدرجة حرارة الغرفة عشان تضرب معاكي سهل. بصوا بقى، في الخطوة دي كنت المفروض استخدم الخلاط او كبة مثلا هطحن فيها يعني يعني فاهميني، هستخدم الخلاط او مثلا لو عندك كبة تقدري تستخدميها. انا معرفش ليه انا ما افتكرتش الخطوة دي، وكان معايا المضرب ضعيف ما حسيتوش ان هو بكفاءة عالية. هنشوف مع بعضينا. فانتي في الخطوة دي تقدري تحطيها في الخلاط هيديكي كفاءة احسن وهيديكي نتيجة احسن بكتير. قلتلك انا مش بخبي عليكي حاجة علشان تعرفي كل التفاصيل والتركات، لكن النتيجة للأمانة في النهاية كانت عظمة جدا، والبسكوت كان هش جدا. او صراحة كل اللي اكل منه عجبه جدا، بألف هنا وشفا على اي حد اكل منه. وعايزة اقول لكم ان هو ما قعدش للصبح اصلا، يعني هو اتاكل من الليل. تمام. فبعد كده نزلت زي ما انتم شايفين بالخمس بيضات، وبدأت اضرب الزبدة مع السكر مع البيض مع الفانيليا كويس قوي بالمضرب. وزي ما قلت لكم كفاءة المضرب ما كانتش مدياني نتيجة كويسة. هروح اجيب هنا انزل الاطراف علشان اضمن ان كل السكر والزبدة والبيض امتزجوا مع بعضهم كويس قوي، وان كل حاجة اتضربت معايا، مفيش حاجة اتضربت وحاجة لا. جربي بسكوت الكيس هيعجبك جدا، وهنستخدم كيس يعني مش غالي. هتشوفي معايا وصدقيني مش هتندمي على تجربتك، وهتحبي التجربة وهتحبي انك انت تكرريها. وعايزه اقولك اي حاجة نفسك انك انت تجربيها ايا كانت ايه هي وصفة بقى، ايا كان ايه هي جربيها، ما يعني
ما تخافيش من حاجة ولا تكسلي انك انتي تجربي حاجة نفسك فيها. بصوا هنا نزلت بنص كوباية من عصير البرتقال الفريش، تمام، عشان انا عايزة البسكوت بتاعي فيه نكهة البرتقال او ريحة البرتقال، ما بتخليش فيه زفارة وبتخلي البسكوت طعمه حلو جدا. جربيه صدقيني هيعجبك جدا جدا. للامانة انا اي بسكوت بحب ان انا اعمله، بحب ان انا اضيف له يا اما ريحة برتقال يا اما احط له برتقال فريش زي ما انتوا شفتوا كده دلوقتي. ممكن تجيبيها من عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات يعني او خبيز او كده، بيبيع كده آه، ازازة ب5 جنيه اسمها ريحة البرتقال، هتديكي برضو نفس النتيجة. يا اما ممكن تحطي نص كوباية من البرتقال دي ساعتها. طيب واحدة تقولي انا مش عايزة احط نص كوباية من البرتقال دي او ما عنديش البرتقال ده حاليا وعايزة اعمل البسكوت اللي انتي منزلاه ده دلوقتي، هقولك حطي استبدلي البرتقال باللبن. تمام، انا عشان حطيت برتقال شلت اللبن. لو انا ما كنتش هحط برتقال كنت هحط لبن، بس انا هحط لبن بودر عشان ما حطيتش لبن سايل، هحط لبن بودر. هنشوف مع بعض برضو، ما تستعجليش في الخطوات. دلوقتي هجيب كيلو من الدقيق، هنزل بيه تدريجيا مش هنزل بيه كله عشان اشوف العجينة بتاعتي هتاخد قد ايه، وهنزل بربع معلقة كبيرة من البيكنج باودر و5 معالق من اللبن البودر. هنشوف مع بعض الخطوات ما تستعجليش. هقلب المكونات الجافة كده مع بعضيها، وهبدأ ادمجها مع السوائل بتاعتي، وهبدأ برضو بالمضرب احاول ان انا اخلي كله يمتزج في بعضه كويس قوي. اهم حاجة انك انت تكوني وصلتي لدرجة فاتحة خالص من الزبدة والبيض والفانيليا لما تضربيهم مع بعض. كل ما وصلتي لدرجة افتح كل ما البسكوت بتاعك هيبقى هش وهيدوب معاكي بسرعة. دي معلومة ليكي يعني هتفيدك في استخدامك او يعني لما تيجي تجربي وتنفذي. تمام، هنا انا بقى بنزل بالكيلو بتاعي تدريجيا. هنا خلاص المضرب بتاعي بدأ يلزق فيه العجين ومش نافع. هنا الكيلو الدقيق بتاعي ده كان ناقص، كنت منقصاه نص كوباية، يعني قلت خليني كده منقصة نص كوباية بحيث ان انا ما يعني ما ثانية واحدة بس. كنت منقصاها نص كوباية بحيث ان العجينة ما تتخنش مني، اشوف لو هي محتاجة احطها. وزي ما انتوا شايفين انا حطيتها وعملت كده بايديا وهي العجينة بتكون ملزقة. وجبت القمع ده وهو مش احسن حاجة، تقدري تستخدمي قمع غيره برضو، ممكن تشوفي كذا قمع تاني في السوق. يعني انا ما كنتش اعرف ان هو ده شكله كده، كنت فاكراه هيديني نفس الشكل اللي هو ايه، من على الجناب كده فيه شرشرة بسيطة كده زي بتاعة المحلات، لكن ما ادانيش الشكل ده، اداني شكل تاني لكنه برضو كان حلو جدا وقضى الغرض معايا واداني نتيجة حلوة جدا وانبسطت بيه وانبسطت بالتجربة. وان شاء الله بإذن الله اي واحدة فيكم نفسها تجرب. الوصفة سهلة وفيها كل التريكات وكل الحاجات اللي يعني استوقفتني في الفيديو مثلا، او ان انا كنت محتارة فيها او كده. هو بس زي ما قلتلك اهم حاجة تضربي الزبدة مع السكر مع البيض، يعني ممكن من قبل البيض كمان تضربيها كويس قوي. تمام، والصاج اللي قبل ده انا كنت مدخلاه جربته ولما لقيت العجينة بتاعتي تمام. والفيديو ده كان المفروض موجود بس معرفش راح فين في المونتاج والله. لما جيت طلعت الصاج من الفرن هوريكم بقى بعد ما خلصت الكمية او نص الكمية، هوريكم كل حاجة. وهنا بوريكم انا ازاي بقطع العجينة بتاعتي. طبعا بعد ما حطيتها في الكيس ببدأ كده ادوس على الكيس من تحت. الكيس ده بالمناسبة ب5 جنيه من عند اي حد بيبيع مستلزمات الحلواني. تمام، هو حلو جدا وبعمل بيه بلح الشام، بعمل بيه البسكوت، بعمل بيه كل حاجة بصراحة عظمة جدا. ومش استعمال مرة واحدة، استعمال كذا مرة، واوفر من الكيس اللي هو كان ب55 جنيه، معرفش دلوقتي وصل كام. تمام، وبتقدري تستخدميه كذا مره. هنا الزيت اللي انا دهنته في الصينيه ما كانش احسن حاجه زي ما انتم شايفين، كان بيزحلق معايا العجينه ما كنتش عارفه اقطع بسهوله. بضغط على الكيس من تحت وبسحب على الطول اللي انا محتاجاه او الطول اللي انا عايزاه، وعند لما ببقى محتاجه ان انا اقطع بوقف اهو. هنا كده الصاج طلعته زي ما انتم شايفين، وهسيبه بقى على جنب. هوريكم بقى بقطع العجينة ازاي بالقمع ذات نفسه علشان برضو ما يتشدش مني وفي نفس الوقت شكله من تحت ما يبقاش وحش. هنشوفه في خطوات تانية، يعني في كذا ساق تاني هنجرب معاكم كذا ساق تاني وكذا صينية تاني.
شايفين طريقة سهلة ازاي برفع القمع لفوق، السنون ذات نفسها هي اللي بتقطع البسكوتة بتاعتي. تقدري تطولي عن الحجم ده ويكون احسن لك، عشان لو انتي عايزاه طويل زي بتاع المحلات، عشان ده ما كانش طويل، كان قصير. هنشوفه برضو مع بعضينا. وطبعا تقدري تتحكمي في الطول والعرض ده براحتك خالص، يعني دي حاجة ترجعلك. واهم حاجة برضو ما تضغطيش قوي انتي وبتشدي، بحيث ان ما تبقاش فيه عجين كتيرة فتبقى البسكوتة تخينة فما تستويش كويس. تمام، خلي بالك من التركات دي والتفاصيل دي. البسكوت بيدخل 10 دقايق على نار حامية، يعني نار عالية، بحيث ان هو آه يستوي. تمام، لو استوى على نار واطية هينشف وهيبقى وحش خالص. تمام، طبعا ده برضو بيرجع للفرن بتاعتك. واول صاج طبعا الفرن بتبقى لسه فيه بارده، انت بتظبطي الفرن فيها. من تحت بتبقى عاليه، من فوق بتبقى واطيه، انت بتبداي تظبطي في الفرن بتاعتك بالتدريج في اول صاج، لغايه لما بتعرفي النار المظبوطه للبسكوت بتاعك. وبعد كده بتشتغلي عليها. ما بياخدش اكتر من 12 دقيقه بالكتير خالص، 15 دقيقه بيكون استوى وبقى عظمه جدا. طلعت محمر للي بيحب محمر، وطلعت ابيض للي بيحبه ابيض. والنتيجة كانت عظمة جدا، هنشوفها مع بعض. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك، تعملي لي اشتراك للقناة، وتفعلي الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتي وكل وصفاتي، وتعملي مشاركة للفيديوهات عشان توصل لكل اصحابك وكل حبايبك. هنا كده كنت خلصت كده كمية حلوة من العجينة، يعني ممكن يكون خلصت نصها. فدخلت بقى الصواني دي تستوي وكده، وعشان اتابعها وراقبها فما حبيتش اعمل ازيد من كده، وسبت نص العجينة التاني. وهوريكم اللي فضل برضو. هنا بسكوت كده، بصوا بوريكم شكله عظمة ازاي من قريب. وهنا كانت النتيجة طلعت، بصوا مش قادرة اقول لكم، بسكوت هش ومقرمش وجميل قوي. يعني بصوا شايفين التكة دي من جوه، والله مستوي وجميل جدا، والمحمص احلى من الابيض كمان.